يا صباح الخير، اخباركم ايه يا رب؟ عايزاكم تدعموني باللايك والشير. النهارده هنعمل غدا معانا حلو قوي. نعمل صينيه فراخ بالبطاطس. طبعا دي حاجه اساسيه عندنا، اللي احنا اي وصفه على طول فيها بطاطس فيها فراخ، لان عندنا اطفال بيحبوا البطاطس كتير قوي. فطبعا عندنا اي خضار هنقطعه شرايح. انا مقطعه طماطم وبصل وجزر، وطبعا البطاطس. هيكون الفراخ غسلها كويس قوي. حابه تقطعيها 4 بس، عايزه تقطعيها 8 برضو حلوه قوي. يبقى عندي عصير طماطم، وعندي التوابل، وعندي ملح. طبعا الصينيه، اي صينيه عندك هنحط فيها الخضار اللي انت عايزاه. انت ممكن تزودي بقى كوسه، اي خضار انت تحبيه. هحطه طبعا تحت، وهحط عليه الفراخ من فوق عشان اتبل الكلام ده كله. طبعا هحط بقى ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره و7 بهارات وورق لورا وحبهان. وهبتدي بقى اتبل بقى الفراخ كويس قوي، واتبل مع الخضار. لازم بقى في المرحله دي زي ما انت شايفه كده اتبلهم حلو قوي. طبعا انا تبلتهم، وبتبل برضو الخضار معايا. هبتدي بقى عشان اظبط السوا بتاع الصينيه، احط الفراخ تحت، واحط عليها الخضار من فوق. طبعا ببقى مجهزه الصلصه معايا، اللي انا احط معلقه صلصه. انا الصلصه هنا كنت مجمدها في الفريزر، فجبت معلقتين حطيتهم. حطيت بقى صوص الطماطم. ابتدي بقى احط معلقتين سمنه، واقفل بقى بالفويل. انا السمنه ممكن مكنش اتصورت، بس انتي هتحطي معلقتين سمنه، الماده الدهنيه. بس طبعا انا بحب هنا احط ورق زبده الاول، عشان الفويل طبعا يعني غلط ان احنا نحطه على وش الاكل مباشره. فلو عندك ورق زبده لازم استخدمه. مفيش اي حاجه ان انا ممكن لو عندي صينيه لها غطا بقفلها بالغطا بتاعها. بس بقفلها بقى كويس قوي عشان السوا بتاعي يكون مظبوط. طبعا بقى هحطها على النار، تفضل بقى تغلي معايا كويس قوي. يعني دي بعد ما استوت نص سوا. البطاطس هي خلاص قربت تستوي، والفراخ انت شايفه الفراخ. هبتدي بقى هعكس بقى، اطلع الفراخ كلها فوق، وانزل بقى الخضار كله تحت في الصوص اللي اتعمل. وابتدي بقى اجيب بقى من الصلصه اللي انا كنت حطاها، من صوص ادهن بقى الوش. طبعا انا بعمل هنا بمعلقه، انت بقى بالفرشه هتجيبي بقى من الصوص ده تدهني بقى الفراخ. بصراحه بتطعم الفراخ وبتديها لون حلو قوي. يعني انا هفضل برضو وانا حاطاها في الفرن كل شويه اطلعها، زي ما بعمل في الفراخ المشويه، اللي انا مثلا كل 10 دقايق اطلع الصينيه، اخد من الصوص بتاعها بالفرشه، ادهن على الفراخ، بطعم الفراخ من الصوص، وفي نفس الوقت بياخد لون حلو قوي ولون ذهبي. اهو انا جبت بقى الفرشه عشان المعلقه بقى مش هتنفع، بس ابتديت بقى اخد من الصوص وادهن على الوش. طبعا انا هرجعها تاني الفرن تكمل سوا بقى. شوفوا بقى بعد ما طلعت من الفرن. طبعا في الفرن احطها على اخر رف براحتك، بس بعيدة عن النار بشوية عشان ما تتلسعش منك، وفي نفس الوقت الفراخ تاخد لون. البطاطس بقى استوت، والشوربة بتاعتها قلت شوية. خلوا بالكم الصينية دي احنا مش بنحط لها شوربة، ده الصوص ده من صوص الطماطم وصوص الفراخ والخضار. الفراخ مستوية حلوة قوي ومتطعمة مع البطاطس، والصينية البطاطس برضو مستوية حلوة قوي، الخضار كله مستوي والجزر وكده. فجربيها، يعني لو حابة تعمليها وجنبها شوية رز وشوية سلطة، ألف هنا والشفا.